بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه موكله تتصل بيا تقول لي بطلب عربيه دي رايحه مشوار. فجالها تليفون بعد ما طلبت العربيه ما ردتش، جالها تليفون شخصي، وفي نفس الوقت الكابتن بيتصل بيها تقريبا وصل فبيكلمها، فما ردتش عليه، كان معاها تليفون يعني لحد ما خلصت، فبترد عليه لقيت له بعت لها رساله بيقول لها انت فين ردي، وطبعا راح شاتم. طبعا الشتيمه اللي هي بلغتهاني على بعتتها لي في رساله بتقول لي قال لي يا روح امك، ردي يا روح امك. يعني عشان بس الواحد مش عايز يقول اللفظ، بس انا عايز اقوله عشان الناس تسمع بس. طب ايه؟ طيب مش فاهم يعني انت حضرتك نازل تشتغل ولا نازل تشرف في الناس ولا نازل وانت بلطجي ولا انت مين وانت كابتن؟ يعني انا مش عارف. شركه دي بتختار الكباتن بناء على ايه؟ لما كابتن يكلم واحده مجرد ان هي ما ردتش عليه لاول مره، وبعدين هي اصلا متاح ليها 5 دقائق قبل ما تنزل له، يعني في 5 دقائق من لما تطلب العربيه لحد ما الرحله تبدا او ينزل عليها غرامه، ان دي بتفعل القصه ديت في 5 دقائق. فهي بتقول لي انا ما لحقتش، مجرد ما طلبت العربيه اتقبلت. واضح ان هو كان جنب اللوكيشن بتاعها او كان قريب منها، ان هي من مدينه نصر. المدام اللي كلمتني او اللي هي الموكله اللي عندي اللي بتبعت لي ويشتمها، فبتتصل بيه راح مكمل عليها في التليفون. يعني دي كانت رساله منه بيقول لها ردي يا روح امك، وبعد كده في التليفون بقى راح مديها تاني. هو في ايه؟ يعني مالك حضرتك؟ انت اعصابك تعبانه يعني ولا انت ايه مشكلتك؟ مش فاهم. ولا انت مثلا متخانق في بيتكو فنازل تطلعوا على الناس؟ ما انت سيادتك لو انت مش هتتحمل ومش هتقدر تشتغل شغلانه وتتعامل مع ناس باسلوب محترم ما تشتغلهاش. بس عموما بياناتك عندي وانا مش هسيبك واجيب حق الست دي. الست دي انا عارفها وموكله عندي بقالها فتره وماسك لها شغل، ووريتني الرساله اللي حضرتك بعتها. وعلى فكره يعني مثلا ايه، يعني انا بصدقها ان هي سنه محترمه جدا وانا معاشرها من فتره، ومعايا وفي شغل ما بيننا ومن بعض وفي محادثات ما بيني وبينها وعارفها كويس. فكون ان هي تبعت لي رساله بكده وانا عارف الشخصيه وعارف ان هي ما بتكذبش، مع ان هي وريتني الرساله اللي انت بعتها لها ردي زي ما انا قلت من شويه. طبعا اللفظ مش عايز اقوله كتير عشان برضو اللفظ يعني مش عاجبني. هو يعني اللفظ مش شتيمه قد ما هو اهانه للشخص نفسه، وشخص محترم من حد ما عندوش اي اخلاق ولا اي اقول ايه بس يعني. فيعني يا ريت طبعا رساله موجهه لشركات النقل الذكي، لو سمحتوا انتقوا الكباتن، لو سمحتوا انتقوا الكباتن. مش اي حد ينفع يشتغل كابتن. الواحد ساعات بيختار عربيات بشوف حاجات غريبه وبشوف ناس غريبه، انتم مدخلينهم ازاي؟ وفي كباتن على راسي من فوق. انا بركب مع كباتن على راسي من فوق، ما اقدرش افتح بقي ولا اقول ولا كلمه عليهم. فيا ريت ان كله يبقى كده. انتوا مش عايزين شغل وخلاص. هو مش المبدا ان انا اي حد معاه عربيه ارميه في الشارع وعيش ايا كان. لا لا، انتقي يعني، نقي يعني، اختار. ده اسمه كابتن ما اسموش سواق. يعني احنا كلنا بنتعامل معاهم ككباتن مش كسواقين. وطبعا كلمه سواقين دي مش عيب، بس انا بقول يعني دول مش سواقين اصلا، دي مش وظيفتهم. دول ناس معاهم عربيات بيقدموا خدمه. فانت انقي بقى، يعني انقي الشخص اللي عنوان واتاكد ان هو كويس وان هو معلوش احكام، واشوف الفيش بتاعه واشوف ان هو بيشرب مخدرات ولا لا. يا جماعه في اشكال صعبه جدا موجوده دلوقتي، بقى في اشكال صعبه. تحس كده ايه ان انت يعني جايب ناس ملهاش في المهنه. يعني ما اعرفش، انا مش لاقي تفسير للموقف، مش لاقي تفسير للي بيحصل من شركات نقل الذكي ان هي بتدخل اي حد في اي حته. ما ينفعش ما ينفعش، لازم نقي. لازم يبقى الناس اللي شغاله في الموضوع ده ناس عارف انت بتركب مين. انا واحد من الناس لما اجي اختار عربيه، وانا ممكن اجيب تاكسي، ناس كتير معاها عربيات. اللي بينقي عربيه ده يا جماعه اكيد راجل يعني ذو ايه هقول ايه يعني، كويس. معلش انا اسف، يعني امكانياته تبقى معقوله، ان مش اي حد يقدر يطلب عربيه ان هو يروح ويجي بيها. انت عشان تروح اي مشوار مثلا مثلا من مدينه نصر مثلا لمصر الجديده وترجع تاني، انت بتتكلم في اقل واجب 120 جنيه، 60 جنيه رايح و60 جنيه جاي. طب كم واحد يقدر يعمل الحركه دي؟ مش كل الناس. اي حد هيركب مواصلات هياخد له ميكروباص او ميني باص او حاجه هيدفع له فيها مثلا رايح جاي 25 جنيه، 12 رايح و12 جاي. لو هركب ميني باص مثلا اللي هو الميني باص الازرق من مدينه نصر لمصر الجديده ويرجع تاني، هيصرف له 25 جنيه. لكن عشان تاخد عربيه اقل واجب 120 جنيه، 60 رايح و60 جاي، مش هتلاقي اقل من كده، ممكن اكتر كمان. فمين كام واحد معاه ال 120 جنيه يدفعهم في مشوار هو ممكن يعني يصرف فيه اقل من الربع او اقل من النص؟ فيبقى انت بتركب مع ناس كويسه، بيركبوا معاك ناس محترمه، يبقى لازم تبقى على قد الاحترام. مش تبقى محترم ولسانك طويل هتقع تحت ايد حد هيروقك زي حالاتي كده. يعني الكابتن ده انا ايه يعني انا هظبطه، انا معايا بياناته كلها وانا هعرف اظبطه. بس مش هقدر اكتر من كده. انا حبيت ابعت الرساله دي عشان الناس اللي بتتابعني على صفحتي سواء على تيك توك او على الفيس او على اليوتيوب، اللي يعمل معاك حاجه زي كده ما تسميش عليه.
وبلغ اقرب حد تعرفه يقدر يجيب لك حقك. اي محامي تعرفه يجيب لك حقك. اول ما تلاقي حد بيشتمك او بيهينك او بيقل ادبه عليك من الكباتن، ما تسميش عليه لحد ما ننضفهم ويرجعوا زي الاول. ان اول ما فتحت الشركات النقل الذكي كان الكباتن بصراحه فوق الاحترام، وما زالوا طبعا، بس ان لم رحم ربي. العدد الناس الفاشله كتير، الناس اللي ساءت للمهنه دي كتروا قوي، وبقى اي حد في اي حد، وشويه عيال صغيره وما عندهمش اي نوع من انواع الالتزام او نوع من انواع التربيه. فلو سمحتوا يا جماعه، يا ريت الشركات النقل الذكي تبدا تاخد بالها من الموضوع دوت، عشان احنا هنبدا بدانا نشتكي. وانا شايف ناس كتير جدا على صفحات التواصل الاجتماعي، بنات كتير جدا واغلبيتهم بنات طبعا، بيطلعوا يشتكوا، اللي ده بيقول لها يا فلانه وده بيقول لها يا علانه، واللي بيتحرش واللي بيتنيل. الموضوع انتشر وكتر. لو سمحتوا نقوا الكباتن على حسب امكانياته، حسب ظروفه، يكون محترم، ما يكونش عليه احكام، ما يكونش بيشرب مخدرات. لازم الحاجات دي مهمه جدا. لو سمحتوا، لو سمحتوا، عشان سمعتكم بدات تقع. ديدي واوبر ودرايفر وكريم، سمعتكم بدات تتنيل بنيله. فخلي بالكم، عشان انتوا كده ايه، رايحين في سكه اللي يروح ما يرجعش. تحياتي ليكم واشوفكم على خير.